انت صحيتي من النوم كده قلت انا عايزه اتعلم عربي ولا ايه اللي حصل؟ احكي لنا. القصة بدأت وأنا كنت صغيرة. اوكي. كان عندي 8 سنين وكنت في المدرسة أكيد. وأنا فاكرة جدا كان عندي كتاب تاريخ وشفت فيه الأهرامات والهيروغليفية، وساعتها كنت مبهورة جدا وفكرت يعني أنا يوما من الأيام عايزة أشوف الأهرامات من عيني. اوكي. بس في المدينة دي صغيرة ما كان تعلم اللغة العربية ما كانش متاح، مهم. بس لغات أوروبية. فأنا تعلمت الإسباني الإيطالي الإنجليزي أكيد، بس ونسيت موضوع العربي اوكي. لحد قبل 8 سنين تقريبا. جيت سويسرا عشان أبدأ أشتغل، مهم. وفكرت جنيف هي مدينة دولية، أكيد في مكان ممكن أتعلم العربي فيه. ولقيت مكان وبدأت أروح وأتعلم الأبجدية كده شوي شوي في الفسحة، وبعدين كملت دراستي ورجعت تاني أشتغل، وكان يعني صعب أكمل في مكان معين، فبدأت أتعلم أونلاين اوكي. وفي كذا منصات. بس الحمد لله يعني بدأت بالفصحى، وبعدين كملت بالشامي، وبعدين أكيد الشامي. الشامي يعني اللهجة انت الشامية. اتعلمتي اللغه العربيه الفصحى أيوة. وتعلمتي شامي. أيوة في نفس الوقت، تمام. عشان اوكي. أكيد لما كنت بسافر الأردن مثلا وأتكلم فصحى ما فيش حد يفهمني. صعب. بيضحكوا عليا دايما. انا فكرت لا انا لازم اتعلم لهجة، وساعتها اخترت الشامي، ويعني كان عندي صحاب وعشان اتحسن، بس معظم الشغل كان اونلاين عشان ادرس وافهم واتعلم كويس. اوكي، بس العربي من اللغات الصعبه. انت قعدتي تتعلميها في قد ايه؟ يعني انا شايفك بتتكلمي ممكن. مصري ايوه. حلو جدا، لا بس هنتكلم. المصري هي قصة تانية. ماشي، ما انا هتكلم في القصه دي بعدين. ايوه بس انا عايز بعدين. اعرف العربي. بس العربي ممكن كنت باخد ممكن ساعتين كل أسبوع، ساعة فسحة وساعة عامية. اوكي. وأكيد في البيت بعدين في واجب، ويعني بالنسبة لي التعلم اللغة ما فيش سر. مش اوكي. ممكن تصحي من النوم وانت بتتكلم بطلاقة، أو ممكن انت AI اكيد. بس بس وتحط سبتايتلز وتحط دبنج. بس أخد مني طاقة، أخد مني فلوس أكيد، ووقت طويل وتركيز وانضباط، عشان خاصة مع اللغة العربية هي مختلفة خالص عن اللغات الأوروبية. ما فيش ترابط بين الاثنين. ما خالص. فيش ممكن الإسباني ممكن في كلمات شبهها في الفرنساوي خلاص اي. في ارتباط. لا العربي العربي عالم حاجة تانية، تاني. صح؟ طب بس طب قد ايه يعني قعدتي قد ايه تتعلمي عربي؟ كام من سنة؟ 8 سنين. 8 سنين.